خلينا نشوف علاقة المصريين بالتلج. طبعا شفت تلج كتير. انت ما اكلتش كلو كلو قبل كده ولا ايه؟ تلج؟ بشوف في الفريزر لما بطلع الفراخ المجمدة لجوزي. اكيد شفت تلج كتير. انا مره ترموستات التكييف الكولدير القديم اللي هو بوش ابلكاش بني ده ضرب وما بقاش يفصل، فصحيت الصبح لقيته متغطي بالتلج. مسكته بقى وكلته ورميت شويه على مراتي والعيال ولبسنا بلوفرات تلج بقى تلج. طبعا شفت تلج. خال امي كان عنده صوره في التلج في الارز في لبنان في الخمسينات، عشان كده كان الله يرحمه ايده ساعه على طول. طبعا شفت تلج. عمي جاب لي شويه في البرولة الازازيه وهو راجع من البعثه في النمسا. اول ما تهزها التلج يفور وبابا نويل يختفي على طول. بشوفه كتير كل كريسماس على قناه تانية في فيلم هوم الون 2. تلج. ازازة كولا نسيتها مرة في الفريزر ربع ساعة، واول ما فتحتها شفت التلج بينفش كده. بموت في التلج. زي ما شفنا خبرتنا مع التلج طويلة. تخيلوا مكان في مصر فيه 7000 طن تلج. قريبا القطب الشمالي المصري.